السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. وفي الحقيقة بدأ تسليم الأبحاث لكل الطلاب. المراحل اللي مكلفة بالأبحاث بدأوا يسلموا الأبحاث، ولكن هناك مشكلة أو في مشكلة كبيرة جدا واجهت كل أولياء الأمور وكل الطلاب، وواجهتني أنا شخصيا، وهو إنك لما تخش على المنصة بتاعة إدمودو عشان تسلم البحث مفيش أي إشعار أو مفيش أي أيقونة إنك تسلم منها البحث. حتى لما نعمل ريلود أو نعمل ريفرش للصفحة أو نعيد تحديثها تاني مفيش أي أيقونات لتسليم البحث، ولا في الواجهة الرئيسية ولا حتى في القسم بتاع الواجبات اللي الوزير شرح وقال انه هيظهر فيه. مفيش خالص. هو بيقول هل توجد مشكلة في البحث؟ لما بنخش هنا بيقول لنا ارقام الدعم الفني وكده. فمهما حصل او مهما عملت ريفرش ومهما دخلت وخرجت وما الى ذلك مفيش ايقونة ان احنا نقدر من خلالها نرفع البحث بتاعنا او بتاع الطالب. طبعا هو ده كان طالب، المفروض ان انا مكلف ان انا ارفع له البحث ده يعني. فانا بخش بالايميل بتاع الطالب ده مفيش اي ايقونه يقدر يبحثها. ومش بس الطالب ده، لا، كميه طلاب كبيره جدا على مستوى الجمهوريه مفيش ايقونه ظهرت عندهم للبحث ده او لارسال البحث بتاع اللي هو عمله بتاع النجاح ده. فاحنا مش عارفين، احنا منتظرين الرد من وزارة التربية والتعليم، ولكن احنا قرينا على بعض المواقع والصحف ان وزارة التربية والتعليم بتقول وبترد انها بتظهر بشكل تدريجي في كل المدارس او على كل المنصات واحدة واحدة، بس بشرط انكم تتابعوا وتفضلوا مستمرين طوال اليوم على المنصة لحد ما الايقونة تظهر وتقدروا ترفعوا البحث بنجاح. فاحنا منتظرين اول ما ان شاء الله الايقونة بتاعت ارسال البحث تظهر هننزل فيديو عن طريقة الارسال خطوة بخطوة وازاي ترسل بطريقة صحيحة عشان ما تعملش اي حاجة غلط. ده كانت المشكلة اللي بتواجه كل الطلاب وكل اولياء الامور كمان اللي بيرفعوا لابنائهم. فانا بقول لك المشكلة بتواجهني انا كمان، فما تقلقش قوي، هي المشكلة من عندهم هم، ولما يلاقوا حل ان شاء الله هننشره عندنا، ولما الحل يبقى موجود هننشره على القناة. بس ده كان الفيديو. ياريت سبسكرايب واشتراك وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد اول باول. كمان ما تنساش تضغط زر لايك تقديرا ودعما للفيديو، ونشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.